السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مزيانين كيف ديما. البنات ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه اللي ولات معتمده عندي ديال الحرشه. هنا عندي البنات نص كيلو ديال الحرشه، غادي نضيف لها الزرع هذا باش كنقرصوا الخبز ديالنا. هذا اللي كيكون في الزرع، يعني ملي كطحنوا الزرع راه كيخرج لكم باش تقرصوا باش اللي كتعجنوا. هذا المكون هو اللي كنضيف انا للحرشه، يعني الطريقه ولات معتمده عندي، كتجي الحرشه زوينه البنات بها. جربوا وردوا عليا الخبر. صافي غادي نجمع هاد العناصر الحرشه، السميده ديال الحرشه مع السميده ديال الزرع، وغادي نضيف هنا الملحه، وغادي نضيف معلقه كبيره سنيده هنا راني البنات دايراها هنا. وصافي غادي نضيف نص كاس ديال الزيت على هاد الطريقه، وجوج معالق كبار ديال الزبده يعني يكونوا عامرين. وخلاص البنات كل واحد يعني كاينين طرق بزاف ديال الحرشه، كل واحد كيفاش كيدير الحرشه ديالو. انا ان شاء الله غير شاركت معكم الطريقه باش تجربوها وتشوفوا الحرشه كيفاش كتجي بالزرع. بهذه الطريقه كتجي زوينه البنات، كتجي الحرشه هشيشه. صافي البنات على هذه الطريقه درت جوج معالق كبار كيف قلت لكم ديال الزبده. هنا غادي نبسبس ديك السميده يعني بداك الزيت والزبده اللي درنا، وغادي ندخل داك العناصر مزيان. صافي هنا ندخل داك العناصر مزيان في السميده البنات، غادي نستمر ونرجع معاكم. صافي البنات انا من بعد ما دخلت داك العناصر في السميده، هنا البنات غادي نضيف خماره د الحلوه على هذا الشكل. وهنا ندير البنات كاس ديال الماء دافي، غنبقى نزيد شويه بشويه. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه، تكون شويه جاريه. صافي البنات غادي نحاول نجمعها هي هكا بيدي، وغادي نخليها ترتاح واحد شويه عاد نبدا نخدم بها. صافي البنات بحال هذا الشكل، ها هي البنات راه تجمعات. دابا غادي نخليها كي قلت لكم ترتاح، وعاد غادي نشكلها. صافي البنات انا من بعد ما خليتها ارتاحت على هذا الشكل، انا غادي نجيب غير هاد الغطاء، يعني ديروا اي حاجه واللي عنده باش كيدير الحرشه راه كتباع، واللي عنده انا غندير غير بهاد الغطاء. صافي كندير شويه السميده وكنحاول نقادها هكا بيدي، يعني انا مولفه كنديرهم غير في هاد الغطاء. صافي كنزيد شويه السميده من الفوق على هاد الشكل، كنحاول نقادها. وفي هاد الاثناء تيكون يعني الطاجين كيسخن. هنا البنات انا غادي نقلبها، شفتوا البنات على هاد الشكل. قلت لكم زيدوا شويه السميده من الفوق على بحال هكا. صافي البنات غادي نديها نطيب نحطها فوق الطاجين، ونبقى مستمره على هاد الشكل حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. وصافي صافي البنات هنا من بعد ما ساليت الطياب ديالها كما قلت لكم، تنحطوها في الطاجين ونتسناوها تشد راسها، ونقلبوا البنات غير بشويه، لان هذاك المكون اللي ضفنا ديال الزرع يعني سميده الزرع راه كتخليها هشيشه، يعني باش ما تقسمش معاكم، حيت راه الحرشه كتجي هشيشه. انا راه كنحاول نهزها غير بشويه. ونتمنى البنات تجربوا هاد الطريقه شاركت معكم وتكون عجباتكم. وان شاء الله البنات يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش البنات تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه واحده اخرى. بسلامه.